اعلن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الاهلي قائمه الفريق اللي هتخوض ماتش طلائع الجيش بكره ان شاء الله، وهيتم استبعاد علي معلول ومحمد هاني بيرسي تاو وحسين الشحات ومروان عطيه كمان، مع استمرار غياب محمد الشناوي للاصابه والعلي لطفي للاصابه. بس انا عايز اقول حاجه كده، الماتش اللي فات مارسيل كولر لاعب معظم اللعيبه الاساسيه باختلاف 2 لعيبه بس لظروف الاصابه، بس ازاي يجي الماتش ده يغير الكم ده كله من اللعيبه مره واحده؟ قمه التناقض الصراحه مع المؤتمر الصحفي الاخير ليه بعد ماتش انبي. انا كان رايي برضو يمشي على نفس النهج شويه ويغير 4 لعيبه كمان، مش كل خط دفاعك معظم خط دفاعك بخط الوسط. بس انا هرجع واقول تاني، انا قلت لسه من يومين احنا وراك يا كولر، احنا واثقين فيك، احنا واثقين في مجلس الاداره، واحنا واثقين كده كده في مارسيل كولر وواثقين في قراراته، وان شاء الله ان شاء الله الفوز في الماتش بكره رغم كم الغيابات دي، لان الاهلي بمن حضر زي ما احنا ما متعودين وزي ما معروف عن النادي الاهلي. بس ويلا يا جماعه اشوفكم الفيديو الجاي.